السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوف معكم خبز الهمبرغر. لهذا الخبز غادي نحتاجو بالنسبة للعجين غادي نحتاجو نص كيلو ديال الفورس او ما يعادل 500 غرام فورس. عندنا 4 ديال الحليب، عندنا 4 كاس ديال زيت نباتية ولا ما يعادل 40 غرام ديال زيت نباتية، 40 غرام ديال زيت الزيتون ولا 4 كاس ديال العنبة ديال زيت الزيتون. ممكن نستعملوا بدل زيت الزيتون نستعملوا زبدة دايبة اولا نقتصروا فقط على زيت نباتيه، نديرو 80 غرام ديال زيت نباتيه بلاصتهم بجوج. عندنا 40 غرام ديال سكر سنيده اولا 4 كاس ديال سكر سنيده. عندنا واحد بيضه، ملعقه كبيره ديال خميره العجين، وعندنا الملح. في البدايه غادي ناخذ شويه الحليب، غادي نضيفوا ليه الخميره، غنضيفوا شويه ديال سنيده، غنحركو ونخليو واحد تقريبا 5 دقائق على ما ترتاح لينا الخميره. نكملو من بعد ما دازت 5 دقائق غادي نضيفو ما تبقى من الحليب، غنضيفو سكر سنيده، نضيفو الزيت، نضيفو البيضه، بالنسبه للحليب كيكون شويه دافي، ماشي دافي بزاف، غير شويه. دابا غنبداو نضيفو دقيق الفورس بشويه بشويه، نضيفو الملح، الملح ما كنضيفوش في الاول باش ما كيأثرش على الخميره، يعني كنضيفو حتى الاخر، ومن بعد غادي نكملوا ما تبقى من الفورس. بالنسبه للفورس انا غادي نكملوا غادي نوضعوا في الحجان باش غادي تعجنوا. بالنسبه للناس اللي كيعجنوا بيديهم نوضعوا في قصريه ونكملوا. انا هنا من بعد ما تعجنت لي العجين العجين كتكون رطبه. بالنسبه لي انا الكميه ديال الحليب اللي ضفت اللي هي 4 كانت كافيه. غناخدو بول نوضعو فيه شويه ديال زيت الزيتون ولا اي زيت، ومن بعد غادي نوضعو فيها العجين، لازم نغطيو ونخليوها حتى الضعف اولا اكثر من الضعف، ومن بعد غادي نتلاقاو. هنا من بعد ما خمرنا العجين وضاعف الحجم ديالو دابا غندوزو باش نشكلو كرات، غنشكلو كرات صغيره
يعني تقريبا القد ديال 80 غرام. غادي نستمروا حتى نكملوا باقي الكرات. انا هنا من بعد ما شكلت هاد الكرات شكلت كرات صغيره الحجم ديالها 40 غرام ماشي 80 غرام كما قلت في الاول. انا خرجت ليا 21 كره. درت اصفر البيض مع شويه ديال الحليب باش غادي ندهن. وسخنت الفرن مسبقا على 180 درجه. غادي ندهنهم، نرشهم بالجنجلان اولا بالبافو ولا اللي بغينا، ومن بعد غادي ندخلهم الفرن نخليهم حتى يطيب. هنا من بعد ما طابوا لينا الكرات ديال الهمبرغر ديالنا كيكونوا طيبين من الفوق من التحت، ما نخليهمش حتى ينشفوا بزاف. ودابا غادي ندوزو للكفته. هنا بالنسبه للكفته غنحتاجو 400 غرام ديال الكفته، ممكن بقرير غنمي على حسب اللي بغيتو. عندنا فص ديال الثوم، عندنا بصله مقطعه رقيقه ممكن تحكوها وممكن تشحروها حتى كذلك. عندنا خبز اللي رقدناه في الماء اولا شابلور، عندنا ملح ابزار، وعندنا موطه. غنضيفو الكفته الملح، نضيفو ليها ابزار، نضيفو موطه، نضيفو الثوم، نضيفو البصل، نعصرو الخبز. هاد الخبز غيخليها منين نشكلوها ونطيبوها ما غاديش ينقص الحجم ديالها. هنا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الفلفل الحار، وغنضيف ملعقه صغيره ديال التحميره. غنخلطوا هاد الكفته مزيان ومن بعد غادي ندوزو باش نشكلوا الكرات. هنا من بعد ما خلطنا الكفته انا هنا غادي ندوز غنشكل كرات. غنشكل 21 كره على قد الخبزه تاع الهمبرغر اللي عندنا. نبسطهم في هاد الساخل ديال تاع القرعه. غادي نستمر حتى نكمل الكرات كاملين اللي عندنا. ومن بعد غادي نقليهم نحمروهم شويه ديال الزيت وندوزو باش نشوفوا الصلصه اللي غترافق الهمبرغر. هنا باش غادي نحضروا الصلصه ديال الهمبرغر غادي نحتاجوا الكورنيشون. هنا كورنيشون انا قطعته صغير وضفت ليه واحد المعلقه ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الخل.
نحتاجو البصل، بصل مقطع رقيق، موطه، نحتاجو اما المايونيز اولا هنا انا خديت دانون الصوص. من بعد غادي نضيفو صلصه كيتشوب، انا هنا بعد ما طابو الخبز تاع الهمبرغر كيكونوا هكا غادي نوضعو الصلصه، نوضعو الخس، من بعد كنحطو عليها كفته، كنوضعو شرائح تاع الفرماج، كنضيفو شويه تاع الصلصه الفوق، ومن بعد كنغطيو، كنتبتوها بكوردون، كنستمروا حتى كنكملوا باقي ديال الحبات اللي عندنا. وهكذا كتكون النتيجه النهائيه تاع الهمبرغر ديالنا، وشكرا لكم.